الكرة للاعبي الوداد الرياضية البيضاوية قطعت تستلم، وهنا المحاولة والتسديدة من بعيد. كرة مفاجئة من لاعبي فريق عزام يونايتد التنزانية. المهدي بن عبيد الذي ضل في مرماه الكرة في واجهة الدفاع عن طريق محمد أمين أبو الفتحة على الناحية الهجومية لفائدة الوداد. اتجهت لمانويلا رقم 32، يعتبر حارس مرمى الفريق التنزاني نادي عزام. أكيد الفرق التنزانية التي تشارك في المسابقتين الإفريقيتين، سنجيدا بلاك ستارز وعزام يونايتد، في طريقهم إلى الخروج من كأس الكونفدرالية، كما هو حال نادي سيمبا التنزانية. يظل فريق يونغ أفريكانز التنزانية هو المنافس الجيش الملكي في هذه العشية. أكيد الفرق المغربية نهضة بركان تأهل إلى الدورة الربع النهائية من مسابقة الشامبيونز ليغ الإفريقية 2026. المهدي بن عبيدة آخر لقب للكرة المغربية في الشامبيونز ليغ بحوزة الوداد الرياضي البيضاوي عام 2022 أمام الأهلي المصري. حكيم زياش محاولة وحارس مرمى فريق عزام يونايتد. بينما آخر لقب للكونفدرالية للكرة المغربية يظل حامل لقبها نهضة بركان الوداد الرياضي البيضاوي أولمبيك السفية، في منافسة الفرق الجزائرية شباب بلوزداد واتحاد العاصمة والمصري البورسعيدي ونادي الزمالك.